إلى الشارع خرج العشرات من الرافضين لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية قانون العزل السياسي. رد فعل عفوي وجد صدى لدى كثير من القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المنتمية إلى تيار الإسلام السياسي، حيث أكد ممثل هذه الأحزاب أن صدمتهم في الحكم تفرض عليهم الاستماع لصوت الشارع. مش هيخرج قرار بمعزل عن باقي القوى السياسية وعن الشارع، لأن احنا فصيل جينا من الشارع، الشارع هو اللي أعطانا الشرعية فلن ننفصل عنهم. بالمقابل ظهر المرشح الرئاسي أحمد شفيق وسط أنصاره ليصف الحكم بأنه تاريخي وينهي عهدا مما سماها سياسة الإقصاء باسم مؤسسات الدولة. إن رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات، كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين رئاسية. وفي مؤتمر صحفي عقده مرسي حذر من اندلاع ثورة جديدة في حال أصر أنصار النظام السابق على تزوير الانتخابات حسب قوله. إلى الانتخابات نستكمل مسيرة الرقابة، وإن حدث شيء من التزوير فإن النتيجة سلفا معروفة، ثورة عارمة على المجرمين. وكانت الأحزاب والتيارات السياسية قد عقدت اجتماعات للتنسيق فيما بينها حول خطط التحرك لمواجهة تداعيات حكم الدستورية، بينما أصدر المجلس العسكري بيانا أكد فيه التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ولم يتطرق مطلقا لقرار المحكمة الدستورية.